في النهار 20 يوليو من سنة 1999 غادي توصل العائلة ديال طباخ القصر الملكي بالرباط باللي بنتهم الكبيرة اللي سميتها فاطمة مقتولة ومقرضة طراف ومحطوطة في واحد الباليزة في مطار هيدرو في لندن. هاد الخبر نزل على ديك العائلة بحال شي صاعقة، والبوليس في لندن ملي عرفوا الهوية ديال الضحية بداو كيقلبوا على المجرم. وتخيلوا معايا من سنة 1999 حتى لسنة 2012 عاد قدروا يشدوا القاتل. والسؤال اللي كيطرح نفسه هنا هو شكون هو هذا الشخص اللي صفاه ديك السيدة، وشنو هو السبب اللي خلاه يرتكب ديك الجريمه. هادشي كامل غادي تعرفوا عليه في هاد الحلقه، ولكن قبل ما نبداو الخوت ما تنساوش ليا لايك، وشكرا لاي واحد تابونا او لا شارك هاد الفيديو مع صحابه. القصه ديالنا غادي تبدا مع واحد العائله مغربيه في مدينه الرباط. هاد العائله سميتها عائله قامه، وكتكون من 5 ديال الافراد واللي هما الاب بوشعيب قامه والام حسناء وولدهم عبد الرحيم وجوج ديال البنات. البنت الصغيره سميتها ليلى والكبيره سميتها فاطمه واللي هي الشخصيه الرئيسيه في هاد القصه. هاد العائله من الطبقه الميسوره بحكم الخدمه ديال الاب اللي هو طباخ في القصر الملكي في الرباط، ومع الوقت ولا مدير ديال مجموعه من الفنادق في مدينة الدار البيضاء. وفي سنة 1991 قررت هاد العائلة تسافر وتستقر في كندا، وبالضبط في مونتريال، باش ولادهم يكملوا القراية في ديك البلاصة. وبقى الأب ديالهم بوشعيب قامة كينتقل ما بين المغرب وكندا على حساب الخدمة. وبنته الكبيرة اللي سميتها فاطمة كانت كتعشق شي حاجة اللي سميتها الغنى، وكتمنى دائما تكون مغنية في المستقبل. وملي كملت القرايه ديالها في كندا صرحت والديها باللي بغات تولي مغنيه. في الاول الوالدين ديالها ما بغاوش ليها داك الطريق، ولكن مع الوقت قدرت تقنعهم، وفعلا بدات كتخرج للساحه الفنيه وبدات كتغني في الحفلات والاعراس العربيه في كندا. ومع الوقت اقترح عليها الراجل ديال اختها ليلى اللي سميتو احمد انها تمشي للبنان وتقلب على راسها في ديك البلاصه، حيت تما فين كاينين الاغلبيه ديال الفنانين والمنتجين. وفعلا فاطمه مشات للبنان وقدرت انها تعرف على بزاف ديال المشاهير اللي منهم الفنانين والمنتجين ورجال الاعمال. وهنا فين بدا النجاح ديالها في هذا المجال، ولات كتغني في الحفلات والاعراس ديال البرجوازيين في الخليج وخصوصا في لبنان، ولات كتدخل العاقه ديال بصح، الشيء اللي خلاها تبدا تفكر في شي مشروع في نفس المجال واللي غادي يزيد يدخل ليها الفلوس. وبعد مده من التفكير اخيرا فاطمه قررت انها تبدا تنظم الحفلات والاعراس ديال الناس اللي لاباس عليهم وخصوصا الناس ديال الخليج. ومع الوقت نجح ليها المشروع ولات السميه ديالها مشهوره بالجاليه العربيه في اوروبا وامريكا وكندا وحتى في الخليج، ولات كتدخل زباله ديال الفلوس وكتلبس اغلى ما كاين في الحوايج والاكسسوارات واللي الثمن ديالهم تخيلوا معايا واللي الثمن ديالهم فايت المليون سنتيم مغربيه. المهم فاطمه بقات كتنقل ما بين الخليج وبريطانيا وكندا وامريكا، والاغلبيه ديال العروض اللي كيوصلوها كيجيوها من لندن من عائله عربيه برجوازيه. فاطمه ملي شافت راسها بلي كدوز مده طويله في لندن قررت انها تدبر على شي بارطبه باش تسهل عليها الامور، حيت كل مره كتمشي لندن كتضطر انها تنزل في شي اوتيل. وفعلا مشات وكرات واحد البارطبه في شارع العرب عند واحد الصديق ليها سميتو فادي. هاد السيد ساكن في لندن ومن اصل لبناني، تعرفت عليه ملي مشات للبنان. وكل مره كتكون عندها الخدمه في لندن كتمشي لديك البارطمه وبقات عايشه بخير وعلى خير، حتى لواحد النهار تعرفت على واحد لبناني اخر ولات كتبغيه وكان كيوعدها بالزواج. ولكن بعد مده اكتشفت باللي هو مزوج وعنده الولاد، وهنا قررت انها توقف ديك العلاقه. ولكن داك خونا بقى لاصق فيها وديما كيدير ليها المشاكل والشهى قدام الدار، حتى هددته بالبوليس عاد بعد منها، ولكن مره كيتصل بها وكيترجاها ترجع ليه. المهم فاطمه بقات عايشه الحياه بالطريقه ديالها الخاصه، الخدمه، الحفلات، السفر من دوله لدوله اخرى، حتى لواحد النهار من سنه 1999 فاطمه كانت مع العائله ديالها في كندا وعيطوا ليها شي ناس من لندن باش تغني لهم في واحد الحفله عائليه. وفعلا فاطمه علمات والديها وجمعات حوايجها ومشات قطعات البي باش تمشي في نهار 10 يوليو من سنه 1999 وترجع في نهار 18 يوليو من نفس السنه، يعني غادي تمشي غير دوز سيمانه وغادي ترجع. وفعلا ملي وصلت لوقيتها مشات لندن، وملي داز ديك السيمانه وبالضبط في العشيه ديال نهار 18 يوليو من سنه 1999 مشات العائله ديالها لمطار مونتريال في كندا باش يستقبلوها، وبقاو كيتسناو فيها حتى هي. وفاطمه باقي ما بانش، وبالزربه دخلوا لمكتب الخطوط الجويه البريطانيه في ذاك المطار واكدوا لهم باللي الطياره اللي جات من لندن وصلت مده هذه والاسم ديال فاطمه قامه
ما كاينش في اللائحه ديال الركاب. الافراد ديال العائله كيسمعوا هذا الخبر بدا الشك والخوف كيدخلهم ياك ما طرا ليها شي مشكل او لا توفات في شي بلاصه. وملي رجعوا للدار بالزربه تواصلت ليلى اللي هي الاخت ديال فاطمه مع الاصدقاء ديال فاطمه في لندن وقالوا ليها باللي دوزات معاهم شي ايامات باللي وصلت لندن وموراها ما بقاتش كتبان. وملي مشاو للدار اللي سكنه فيه في شارع العرب بقاو كيدقوا عليها حتى عياو وموراها داروا بلاغ عند البوليس باللي فاطمه غبرات وعائلتها في كندا كيقلبوا عليها. ومع الوقيته وبالضبط في العشيه ديال نهار 18 يوليو الناس غادي يلاحظوا واحد الباليزه كبيره محطوطه في الباركينغ ديال الطوموبيلات اللي كاين في مطار هيدرو. وبالزربه عيطوا على البوليس والبوليس كيوصلوا لديك البلاصه خداو كاع الاحتياطات ديالهم حيت شاكين بلي ديك الباليزه تقدر تكون فيها شي قلبوله. وملي حلوا ديك الباليزه لقاو في وسط منها ميكا كبيره واللون ديالها كحل. وملي حلوا ديك الميكا تخيلوا معايا اش لقاو. البوليس لقاو في ديك الميكا الجثه ديال بنادم كلها مقطعه طرف طرف. وملي فتشوها مزيان عرفوا باللي ديك الجثه ديالت المراه. وموراها ديريكت داوها للتشريح وديك الجريمه تشهرات ولات هي الخبر الرئيسي في بريطانيا. وفي نفس الوقت العائله ديال فاطمه باقي ما توصلات بحتى اخبار على بنتهم، الشيء اللي خلى احمد واللي هو الراجل ديال اختها ليلى يتواصل مع عمو فاضل في لندن ويطلب منه يقلب على فاطمه حيت ما بقاتش رجعات للعائله ديالها في كندا. عمو فاضل قال ليه باللي البوليس لقاو الجثه ديال واحد السيده في المطار اللي غادي تركب منه فاطمه. واحمد كيسمع هذا الخبر تفشوا ليه الركابي حيت قال مع راسو تقدر تكون ديك الجثه ديال فاطمه. وباش يتاكد من هذا الموضوع مشى وفكس لعمو واحد التصويره ديال فاطمه وطلب منه يمشي يشوف واش ديك الجثه ديال فاطمه او لا. وفعلا عمو هز ديك التصويره ومشى عطاها للبوليس وقال لهم باللي ديك السيده من العائله وهذه موته باش غابره، وطلب منهم يخليوه باش يشوف ديك الجثه اللي لقاو ويتاكد منها واش ديال فاطمه او لا. البوليس بالزربه مشاو معاه لمستودع الاموات وخرجوا ليه الجثه اللي لقاو في المطار وبقاو كيقارنوها مع ديك التصويره مده طويله حيت الجثه كلها مشوهه وعامره بالدمايات. وفي الاخر تاكدوا باللي ديك الجثه هي ديال فاطمه قامه. فاضل بالزربه تواصل مع ولد خوه احمد وعاود ليه البلان كامل واكد ليه باللي ديك الجثه ديالت فاطمه. وملي قالها احمد العائله ديالتها تصدموا ديال بصح وطاحوا بالبكا. وفي نفس الوقت البوليس ديال لندن ملي عرفوا الهويه ديال الضحيه بداو كيقلبوا على المجرم. واول حاجه داروها هي انهم بداو كيرجعوا الكاميرات ديال المراقبه اللي كاينين في مطار هيدرو في لندن. وشويه بان لهم واحد الراجل كيجر ديك الباليزه اللي لقاو في الباركينغ ديال المطار. وملي حطها في الباركينغ مشى ديريكت شرا تذكره للبنان. وملي بداو البوليس كيقلبوا في المعلومات ديال هذا الشخص لقاو باللي السميه ديالو يوسف احمد وحيد وفي عمره 30 سنه وهو من اصل لبناني وخدام في الخطوط الجويه الكويتيه. وملي خرجوا التحاليل ديال الجثه لقاو فيها واحد السائل منوي واكتشفوا البوليس باللي فاطمه مطعونه 17 مره في الصدر ديالها. وعرفوا باللي هي كنديه الجنسيه ومن اصل مغربي وساكنه في واحد البارتمان في شارع العرب في لندن. وملي مشاو لديك البارتمان لقاوها مرونه كامله بالدمايات والموس والساطور باش مقطوعه الضحيه باقين في بلاصتهم. وملي تواصلوا البوليس ديال بريطانيا مع البوليس ديال لبنان عطاو لهم شي ادله اللي كيجرموا يوسف احمد وطلبوا منهم يسلموه لهم في اقرب وقت ممكن باش يقارنوا البصمات والحمض النووي ديالو مع البصمات والسائل المنوي اللي لقاو في الجثه. ولكن السلطات اللبنانيه رفضوا لهم هذا الطلب وما بغاوش يسلموا لهم ذاك المجرم. وطلبوا من السلطات البريطانيه تصيفط الملف ديال يوسف احمد وحيد لبنان باش هما اللي غادي يحققوا معاه في هذه القضيه، وإلا تبتات عليه التهمه ديال القتل غادي يتحكم في لبنان. ولكن للاسف حتى هذا البلان رفضت السلطات البريطانيه وبقى المجرم حر بعد ما دوز 3 ايام فقط في الحراسه النظريه في لبنان حيت ما كانش شي دليل اللي كيجرمو. وفي نفس الوقت البوليس اللي شادين ديك القضيه في لندن بقاو كيقلبوا كيتواصلوا مع العائله ديال فاطمه حتى عرفوا باللي كاين واحد لبناني اخر كان كيوعد فاطمه بالزواج. وملي عرفات الحقيقه ديالو تخلت عليه وبقى ديما كيهدد فيها. وفي هذه الحاله البوليس مشاو ديريكت اعتقلوا داك اللبناني ووجهوا ليه تهمه القتل. ولكن داك السيد نكر كاع التهم اللي عليه وقال لهم باللي كان كيبغي فاطمه ومستحيل يقتلها. وملي قارنوا البصمات والحمض النووي ديالو مع البصمات والسائل المنوي اللي عندهم لقاوه ماشي هو القاتل، ولكن شاكين فيه لا يكون هو اللي طلب من يوسف احمد وحيد يصفيها لفاطمه. وهذا الشيء علاش طلبوا منه ما يخرج من بريطانيا
حتى يساليو من التحقيق. المهم السلطات البريطانيه رجعات وتواصلت عاوتاني مع السلطات اللبنانيه واكدوا لهم باللي يوسف احمد وحيد هو اللي ارتكب ديك الجريمه وخاصهم يسلموه لهم في اقرب وقت ممكن. وملي بدات السلطات اللبنانيه كتقلب عليه على حساب التحقيق مره اخرى ما قدروش يلقاوه. السيد بحال الارض شقات وبلعاتو. ومع الوقت كيدوز تواصلت السلطات البريطانيه والانتربول الدولي مع الخطوط الجويه الكويتيه وسولوهم على ذاك المجرم واش باقي خدام معاهم. والكويت اكدت لهم باللي ذاك السيد ما بقاش خدام عندهم من سنه 1999 يعني من ديك الوقيته اللي قتل فيها فاطمه. وتواصلوا مع كاع دول الخليج ولكن خونا غبر ليه الاثار. وبقات ديك القضيه مفتوحه حتى لسنه 2012 واللي توصلت فيه المخابرات البريطانيه بشي معلومات اللي تاكدوا باللي القاتل يوسف احمد وحيد كاين في البحرين. وبالزربه مشاو المحققين لتما وقدروا يوصلوا لذاك السيد وفعلا لقاوه باللي هو نفس الشخص اللي كيقلبوا عليه ولكن بسميه مختلفه واللي هي ابراهيم فوزي. وملي قلبوا على المعلومات ديالو الحقيقيه وقارنوا البصمات ديالو مع البصمات اللي لقاو في البارتما ديال فاطمه في شارع العرب في لندن لقاوه فعلا باللي هو يوسف احمد وحيد. وزور غير المعلومات ديالو باش يدخل للبحرين. وفي هذه الحاله سلماتو البحرين لبريطانيا وملي وصل لندن بداو معاه التحقيق. وملي زيروه ديال بصح وعرف راسو باللي حصل بدا كيعاود لهم القصه بالتفاصيل ديالها وقال لهم باللي كان خدام مع الخطوط الجويه الكويتيه. وفي سنه 1999 كانت عندهم واحد الرحله للندن وخاصهم يبقاو فيها واحد جوج ديال السيمانات عاد يرجعوا للكويت. وقبل ما يمشي لندن تواصل مع خوه فادي اللي كاري عنده فاطمه البارتما في شارع العرب وطلب منه يقلب ليه على شي بارتما باش يدوز فيها ديك المده. وبحكم ان خوه فادي ساكن في دار صغيره مع مراته ووليداته عطاه السوارد ديال ديك البارتما اللي كاريها فاطمه عنده حيت هي مسافره لكندا. وفعلا يوسف احمد السوارت ومشى عاش في ديك البارتما حتى لواحد النهار غادي تدخل عليه فاطمه ولابسه اخر ما كاين في الحوايج والاكسسوارات والذهب وواحد الساعه كلها الماس والثمن ديالها كيساوي 22 مليون مغربيه. وملي سولاتو شكون هو قال لها انا خو فادي. وملي تاكدت عند فادي باللي هو خوه خلاته يعيش معها في نفس الدار حيت اصلا فاطمه كانت كتحماق على اللبنانيين. المهم خونا بقى كيعاود للبوليس وقال لهم باللي كانوا كيعاودوا لبعضياتهم على الامور ديال الخدمه وتما عرف باللي فاطمه عندها الفلوس ديال بصح وجايبه معاها من كندا 40 مليون سنتيم وزيد عليها الذهب والاكسسوارات اللي الثمن ديالهم فايت 20 مليون مغربيه. وهذا الشيء اللي خلاه يبدا يفكر يسرقها ملي تكون هي ناسا. وملي وصلت الوقيته باش يرجع للكويت وبالضبط في الليله ديال نهار 16 يوليو خلى فاطمه حتى غرقات في النعاس ومشى هو للكوزينه وهز واحد الموس باش غير يخلعها تسكت الى عاقت به. وملي دخل عليها البيت بدا كيسرق كاع دوك الفلوس والمجوهرات والسوايع اللي لقى حتى جمع كلشي. وقبل ما يخرج قرر انه يغتصبها. وفي هذه الحاله عاقت به فاطمه وبدات كتغوت بالزربه سد ليها فمها وبقى كيغتصب فيها وهي كتحاول تغوت وتفك منه. وملي شافها غادي تشوهه وغادي يحصل ضربها 17 مره في صدرها. وملي سالا قطع الجثه ودارها في ميكا كحله. وفي نهار 18 يوليو دار ديك الميكا في الباليزه ديال فاطمه باش يديها معاه للكويت ولكن تراجع في الاخر وخلاها في الباركينغ ديال مطار هيدرو في لندن ومشى ديريكت شرا تذكره للبنان ومورها زور المعلومات ديالو ودخل للبحرين. وملي قارنوا الدي ان اي ديالو مع داك السائل المنوي اللي باقي محتفظين به لقاوه فعلا باللي هو القاتل. وملي داز في محكمه الجنايات في لندن تحكم عليه ب 24 سنه ديال الحبس. اش بان لكم الخوت في هذا الحكم؟ واش هو حكم عادل او لا يستحق هذا المجرم اكثر من هذا العقاب؟ ما نساوش تخليو لي الاراء ديالكم في التعليقات.